بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك، فريق الكرة يعود لاستئناف تدريباته اليوم الاثنين استعدادا للقاء شباب بلوزداد المقرر يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون حضور جماهيري كبير، رغم إن في كلام بيتقال إن حجز التذاكر صعب قوي، رغم إن عدد التذاكر زاد بقى 45,000 تذكرة، لكن حجز التذاكر بقى صعب. مش عارفين إيه اللي بيحصل في شركة تذكرتي. هل في بقى إعاقة كده إن جمهور الزمالك ما يحضرش بكامل قوته؟ ما أعرفش يعني على مجلس إدارة إن هو يتحرك يشوف القصة دي. يمكن أنا ما أعرفش التفاصيل بتاعتها قوي، لكن أنا قريت على بعض الصفحات إن في مشكلة بالنسبة من شركة تذكرتي في إعاقة إن تحصل على التذكرة بتاعتك، خصوصا بعد التغيير اللي حصل من 30,000 إلى 45,000 تذكرة. كل التوفيق لفريق الزمالك. بالنسبه لمحمد صبحي وكلام ان محمد صبحي متجمد، يمكن انا اتكلمت مع الكابتن عبد الناصر محمد. الكابتن ناصر محمد قال الكلام ده مش مظبوط، موجود في التدريبات الجماعيه. طبعا هو ما راحش يا جماعه رحله الجزائر اصلا لانه موقوف، لانه خد طرد مباشر في مباراه اوتوه والكونغولي. طرد مباشر بيتوقف ماتشين، فهو هيكون موجود ان شاء الله باذن الله في الدور النهائي، لانه بيتوقف ماتشين. فما سافرش الجزائر مش عشان متجمد ولا حاجة زي بعض الصفحات ما نزلت أو نشرت، ولكن يمكن عشان طبعا موضوع الإيقاف. لكن بقى إنه يشارك ما يشاركش دي وجهة نظر فنية ما دخلش فيها كابتن معتمد جمال. هو أدرى من يشارك ومن لا يشارك، وكل الثقة طبعا في كابتن معتمد جمال والجهاز الفني اللي موجود. ربنا يا رب يوفقهم إن شاء الله يوم الجمعة القادم. نيجي نتكلم بقى على موضوع الحكام الأجانب. احنا بنقول النهارده يوم 13، ماتش بيراميدز يوم 23، يعني فاضل 10 أيام. والقانون أو اللائحة بتقول إن أنت عايز حكام أجانب تطلب قبلها ب10 أيام. يعني لو عدى النهارده وما طلبتش حكام أجانب، شكرا، مفيش. خصوصا في أزمة دلوقتي، أزمة النادي الأهلي، إن هو طالب حكام أجانب لمباراة القمة، وبيقولوا ان النادي الاهلي الاتحاد الكوره ما وصلوش حاجه وفي ازمه، لدرجه ان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع طارئ يوم الاربعاء الجاي، هيناقش كل القصه دي. قصه بقى الحكام الاجانب، قصه مش عارف اللعيبه مش عارف حصل ايه مع محمود وافا، قصه مش عارف ضربه جزاء سيراميكا وجلسه الاستماع. المفاجاه بقى ان عامر العمايره الخبير اللوائح قال لك ان اللوائح بتاع الفيفا بتقول ان ليس من حق الانديه الاطلاع على التسجيلات بتاعه الفار. ليس من حق الأندية اطلاع على التسجيلات بتاع الفار. فاحنا نرجع تاني ونقول يا مجلس إدارة الزمالك، مش لازم الجمهور يقول لكم كل حاجة. مش لازم الجمهور هو اللي يعمل حملة عشان حكام أجانب لمباراة بيراميدز. المفروض تتحركوا من نفسيكم قبل ما يفوت الأوان. إن أنت كده هتتحمل المسؤولية. الجمهور طالب منك إن أنت تجيب حكام أجانب ضمان. أنتوا عارفين شايفين الحملة الشرسة اللي موجودة دلوقتي. حملة شرسة، حملة شرسة على التحكيم. ضربة جزاء ومش ضربة جزاء. وكفاية شهادة كابتن مصطفى يونس ان هو في تصريحاته قال لك ان ضربة الجزاء الاهلي ملوش ضربة جزاء في ماتش سيراميكا، وليه وعليه ضربة جزاء في مباراة سموحة. واستشهد ان هو اتصل بحكم يعني حكم جامد جدا، رفض ذكر اسمه طبعا عشان ما يتعرضش لحملات شرسة. وقال له ان هي ان اللي سموحة عليه ضربة جزاء، وان ضربة جزاء قدام سيراميكا مش ضربة جزاء. لكن الحملة المعمولة دي طبعا مستوى الأهلي نازل السنة دي، الدوري هيروح، فلازم نشغل الناس بأي حاجة تانية يعني. فمجلس إدارة الزمالك لابد إن هو يتحرك سريعا من أجل موضوع الحكام الأجانب. يتحرك سريعا من أجل موضوع الحكام الأجانب قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان. هتلاقي بقى يجيب لك أمين عمر ويجيب لك مش عارف مين، أنت حر. وصلنا ماتش بيراميدز ده ماتش حاسم. ماتش حاسم. ماتش حاسم. لو انت فزت على بيراميدز وفزت على الاهلي خلاص انت كده يعني تقريبا بنسبه بقى 99% فزت بالدوري السنه دي. وبطوله الدوري مهمه، احنا بقالنا كتير ما فزناش بالدوري.
وهتخش بقى دوري ابطال افريقيا وحكايات، وتكون هديه للجمهور اللي تعب معاك طول الموسم، الجمهور اللي بيروح شمال ويمين بره وجوه بيشجعك وبيأزرك واقف معاك. فمجلس اداره الزمالك اتحرك قبل فوات الاوان، يعني ده انذار بقى لمجلس اداره الزمالك. شايف الحمله الشرسه اللي معموله دلوقتي، كل ما تفتح اي موقع شغالين التحكيم وجاب ثماره. قلنا زي ما شفنا في مباراة سموحة كان في ضربة جزاء صحيحة 100%، اعتراف خبراء التحكيم الكبار إن هي صحيحة 100%. مش هنتكلم بقى على ناصر عباس اللي ملوش والناس اللي هي بتجامل دي ملناش دعوة بيهم، ولكن ضربة جزاء صحيحة 100% متحسبتش. معنى كده إن الحملة آتت بثمارها، فالتحرك لابد أن يكون سريع. هتقول لي إجازة النهاردة؟ ابعت بالفاكس، ابعت فاكس. مفيش فاكس ابعت على الإيميل، لكن لابد أن يكون في تحرك. موضوع سهل يعني. وبعدين أنا اللي أعرفه إن الأستاذ ممدوح عباس في الجلسة اللي عملها معاكم في بيته، كان عازمكم على الفطار في شهر رمضان اللي فات، قال لو انتوا عايزين حكام أجانب للست ماتشات بتاعتكم في المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري أنا مستعد أتحمل نفقات الحكام. طب انتوا عايزين إيه تاني؟ القصة كلها مش عارف كام، الموضوع كله مش هيتكلف كام، هيتكلم 30 40 ألف دولار، يعني حوالي مثلا كام، أو 50 ألف دولار، يعني 3 مليون جنيه 4 مليون جنيه، مش مشكلة. ما شاء الله، يعني مجلس إدارة فيه رجال أعمال، يعني لو كل واحد فيهم بس 500 ألف جنيه خلصت. عندك الكابتن هشام نصر ما شاء الله عليه، يعني ممكن يساهم. عندك الأستاذ هاني بيرزي ممكن يساهم. عندك الأستاذ هاني شكري ممكن يساهم. كابتن حسين السيد ممكن يساهم. الأستاذ المندوب الحسيني، الأستاذ المندوب الحسيني ممكن يساهم. يعني كلهم، يعني مفيش مشكلة. كابتن حسين لبيب ممكن يساهم. محمد طارق ممكن يساهم. كل دول رجال أعمال ما شاء الله. خالد حسن ممكن يساهم. فخلصوا القصة يعني. النهاردة 13، قدامكم 10 أيام، لو جه بكرة خلاص ملكوش أي حق. الحملة دي هتأتي ثمارها للأهلي وضد الزمالك. قد أعذر من أنظر. اللهم بلغت اللهم فاشهد. شكرا.